يلا نعرف مع بعض 3 كلمات جديدة ونعرف ازاي نستخدمهم. أول كلمة هي advantage يعني ميزة. بيقولك معناها بالإنجليزي an advantage is something that helps you. ايه الحاجة اللي بتساعدك. Being tall is an advantage to basketball player. Being tall is an advantage to a basketball player. يعني انك تكون طويل دي ميزة للاعب الباسكتبول. تاني كلمة معانا cause يعني السبب. To cause is to make something happen. إن السبب انك تخلي حاجة تحصل. بعد كده بيقول لك ايه the cold weather caused her to get sick. The cold weather caused her to get sick. يعني الجو البارد خلاها بقت تعبانة. آخر كلمة معانا choice يعني اختيار. A choice is act or possibility of making something. إنك تختار حاجة. I had many choice of 5 doors to open. أنا كان عندي الاختيار إن أفتح باب من 5. متنساش تعمل اشتراك